السلام عليكم. لو بتتفرج على الفيديو ده فشكرا جدا ليك لان ده الفيديو الاول بعد انقطاع دام 3 سنوات. اسمي محمود شرف، بشتغل اندرويد سيشن ليد اند سايت سوبرفايزر في يوداستي. كمان انا اندرويد ديفلوبر في احدى الشركات في مصر، ودي قناة متخصصة في السوفت وير انجينيرنج بوجه عام وفي الاندرويد ديفلوبمنت بوجه خاص. لو لسه مكمل معايا في الفيديو ده فاكيد انت محتاج تعرف اكتر عن الاريز. ايه هي الاريز؟ بتعمل ايه عيوبها؟ ايه مميزاتها؟ خليني اقول لك ان في البلاي ليست دي انا هفيدك في حاجتين اتنين او هساعدك في حاجتين اتنين. الحاجه الاولى اني طبعا اعرفك يعني ايه اريز، ليه بنستخدمها، العيوب، المميزات، ايه البدايل بتاعتها اللي جت علشان تحل العيوب دي. تاني حاجه هجاوب معاك على سؤال مهم جدا، هو ازاي اقدر اراجع الحاجه اللي انا بذاكرها في البرمجه. يعني والله دلوقتي انا هذاكر معاك الاريز، انا متفق معاك. طيب هل بقى لو انا عاوز اراجع على جزء معين في الاريز لازم ارجع للفيديوز دي تاني، ولا المفروض ان انا اجيب ورقه وقلم وابدا اكتب وراك، ولا المفروض ان انا يكون معايا كتاب معين علشان اخطط فيه تخطيط معين علشان ابدا اراجع فيه في اي وقت يعني انا حابب اراجع او كده، ولا المفروض اعمل ايه؟ انا كل اللي اطلبه منك ان كل اللي بعمله في السيشن انت تنفذه عندك بالظبط، وفي نهايه البلاي ليست دي هقول لك ازاي تراجع الاريز، او في نهايه البلاي ليست دي انت لوحدك هتقدر تتوقع ازاي هتراجع الاريز دي. تمام كده؟ والحاجه اللي هتتعلمها معايا في خلال البلاي ليست دي تقدر تطبقها على اي حاجه انت هتتعلمها، سواء هتكمل في الاندرويد ديفلوبمنت هتتعلم اندرويد ستوديو وكوتلين وتخش في التراك ده، هتبقى اي او اس ديفلوبر مفيش مشكله، هتبقى فرونت اند ويب، هتبقى باك اند، تبقى اي حاجه. الحاجه اللي انا بقولها لك دي تقدر تطبقها على اي موضوع برمجي انت بتتعلمه. اول حاجه انا بستخدم ايه؟ انا هنا بستخدم اي دي اي اسمه انتليجي، ده انتاج شركه جيت برينز، وتقدر تستخدم اي دي اي انت بترتاح له. بتستخدم نت بينز مفيش مشكله، بتستخدم اكليبس مفيش مشكله، اي دي اي بيدعم الجافا استخدمه مفيش اي مشاكل. انا استخدمت انتليجي وكريت فيه بروجكت سميته يوتيوب فيديوز، وبعدين عملت ايه؟ دخلت جوه السورس، كليك يمين، نيو جافا كلاس، كريت جافا كلاس عادي جدا سميته arrays بالشكل ده، وبعدين عملت كليك على انتر فكريت لي الكلاس ده. طيب هل لما كريت الكلاس كان جواه المين ميثود؟ لا طبعا، المين ميثود دي انا اللي كاتبها اهو، كان شكل الكلاس كده. طب ليه كتبت المين ميثود؟ لان انت عارف ان المين ميثود هي الانتري بوينت بتاعت البرنامج، فانت لو عاوز ترن الاريز دي لوحدها فانت لازم تكتب جواها مين ميثود. كلام جميل جدا. فانا كتبت دلوقتي المين ميثود. النهارده احنا هنتكلم عن ايه؟ النهارده المفروض ان احنا هنتكلم عن ليه الاريز جت، بس ده الموضوع اللي هنتكلم عنه، صح كده؟ بص بقى هعمل معاك ايه. هدخل جوه المين اكتيفيتي كده وهكتب كولينج فانكشن، هسميها ايه؟ هسميها واي arrays. فانا عملت كل ميثود اسمها واي arrays. هل الميثود دي موجوده عندي؟ لا مش موجوده عندي، فانت لازم تكريتها، صح كده؟ فتروح تقول له هنا public static void y arrays. فبالتالي البرنامج بتاعي دلوقتي بقى يعمل ايه؟ هو عباره عن انه بيكول ميثود اسمها واي arrays، وجوه الواي arrays دي خلينا نتكلم في الموضوع بتاع النهارده. تعالى نبدا الموضوع من بدري شويه. هو لو جيت قلت لك عرف لي variable اسمه x ونوعه integer هتعمل ايه؟ والله لا ده سهل جدا الكلام ده، هقول int x. حلو قوي. طيب الكومبايلر بقى هنا بيعمل ايه؟ بيروح يحجز مكان في الميموري. انا عندي الميموري اهي، صح كده؟ هيروح يحجز مكان في الميموري، ومجازا كنا بنقول ان هو هيسميه اكس، فبالتالي بقى عندي مكان في الميموري اسمه اكس نوعه انتجر. طب لو جيت اقول لك لو سمحت عرف لي تو فاريبلز الاثنين نوعهم دبل، تقول لي كلام جميل جدا اقدر اعمل ده سهل قوي. هقول دبل واي وزد. حلو قوي. بيعمل ايه دلوقتي؟ المفروض دلوقتي ان الكومبايلر هيروح في الميموري يحجز مكانين تانيين، مكان مجازا هيسميه واي والتاني هيسميه زد، والاتنين يكون نوعهم ايه؟ هيكون نوعهم دبل. طب لو جيت اقول لك عرف لي 30 فاريبل كلهم نوعهم انتجر، ده سهل عادي مفيش مشكله، زي ما عرفنا اللي فوق نقدر نعرف اللي تحت. فاقدر اقول انت مثلا ايه A B C D E F G. ايه رايك في الكلام ده؟
حاسس ان هو مش منطقي، صح؟ مش منطقي ان انا اعرف 30 فاريبل بالشكل ده. طيب فايه الحل دلوقتي؟ الحل مش اني اعرف له كل الفاريبلز دي A B C D لحد ما اروح ل 30 ايتم، لا خالص. الحل ان انا اقول له عرف لي array، عرف لي مصفوفه، عرف لي شويه عناصر كلهم نوعهم انتجر بمنتهى البساطه. طيب دلوقتي انا قلت له انت ايه، ازاي اعرفه ان ايه دي تبقى مصفوفه؟ ازاي اعرفه ان ايه دي تبقى array؟ قبل الايه اكتب البراكتس دي. والله كلام جميل جدا، يعني كده خلاص هو عرف ان الايه دي عباره عن array. طب ازاي هعرفه ان انا محتاج احجز 30 مكان في الميموري للايه؟ بمنتهى البساطه تقول له تساوي نيو int of 30. مش انا قلت لك ان الاي دي نوعها انتجر وانا محتاج اعرف 30 فاريبل كلهم نوعهم انتجر؟ فوالله بتقول انا هعرف array اسمها ايه، والاري دي هتساوي new int of 30. فمعنى كده ان حجزت 30 مكان في الميموري كلهم تحت مظله الاري دي. طيب كلام جميل، انا كده فهمتك. يعني لما قلت انت اكس يبقى حجزت مكان واحد، قلت دبل واي وزد حجزت مكان اسمه واي ومكان اسمه زد والاثنين نوعهم دبل. طب لما قلت انت array اسمها ايه ونيو اند اوف 30، فمعنى كده ان انا حجزت 30 مكان في الميموري. حجزت 30 مكان في الميموري. هل كلهم اسمهم ايه؟ هو ينفع؟ يعني ينفع يكون في اكتر من مكان في الميموري بنفس الاسم؟ صح. لا ما ينفعش اهو. هل ينفع دي، ثانيه واحده نغير اللون، ينفع دي يكون اسمها ايه ودي اسمها ايه ودي اسمها ايه ودي اسمها ايه؟ ينفع؟ لا طبعا ما ينفعش. طب لو عاوز احط داتا في المكان ده هينفع؟ اسمها ايه بس؟ لا طبعا ما اسمهاش ايه بس. طيب الاري عندها حاجه جميله جدا اسمها اندكس، اللي هي ايه؟ مش انت قلت لي ان انا هعرف 30 فاريبل في الميموري؟ الفاريبلز دي بقى تراكمها بيبدا من 0 وبينتهي بسايز -1. ايه ده؟ يعني ايه سايز -1؟ سايز دي اللي هي السايز بتاع الاري، حجم الاري. انت قلت لي ان الاري دي فيها كام ايتم؟ فيها 30. والله كلام جميل. فمعنى كده ان الاري دي بتبدا من 0 وتنتهي بكام؟ ب 30 ناقص 1، يعني تنتهي ب 29. حلو قوي الكلام ده. يعني بقى عندك 30 عنصر كلهم اسمهم ايه، لكن واخدين ترقيم 0 1 2 3 4 5 6 لحد 29. بالظبط كده. يعني المكان الاول ده اسمه ايه؟ اسمه A of 0. شفت؟ نفس الاقواس بتاعت الاري، نفس الاقواس هي بتاعت الاري. وتاني مكان اسمه ايه؟ اسمه A of 1. وتالت مكان A of 2. تالت مكان A of 3. ده رابع مكان، اسف. تمام؟ وهكذا لحد اخر عنصر خالص هيبقى اسمه ايه؟ هيبقى اسمه A of 29. فبالتالي لما جيت اعرف فاريبل واحد قلت له انت اكس، فراح فتح مكان في الميموري سماه اكس. لو جيت اعرف 2 فاريبلز دبل واي وزد راح فتح مكانين في الميموري. طب لو جيت اعرف array بيروح يفتح العدد اللي انا عاوزه وبيبدا يديله اندكس من اول 0 لحد سايز -1. طيب معنى كده ان لو قلت لك انا عندي array فيها 50 عنصر، ان الاندكس بتاعها هيبقى من كام لكام؟ من 0 لحد 49. مظبوط صح كده. طب لو قلت لك عندي array فيها 100 عنصر هيبقى الاندكس بتاعها من كام؟ صح، من 0 لحد 99. فانا دلوقتي عرفت ليه استخدمت الاري وعرفت ازاي اعرف array. طيب هديك سؤال تاني. انا محتاج دلوقتي اعرف array اسمها مثلا واي وكل العناصر اللي فيها نوعها دبل. هعمل ده ازاي؟ يلا ادي نفسك كده 10 ثواني تفكر كده هنعملها ازاي. طيب كويس، احنا قلنا كل العناصر هيبقى نوعها ايه؟ هيبقى نوعها دبل. فاقول له دبل هسميها واي، وعلشان اقول له انها اري احط البراكتس دي قبل الاسم. ايكوال بيكوال ايه؟ انت عاوز كام عنصر؟ انت عاوز 10 عناصر صح كده؟ لا معلش احنا معرفين واي قبل كده فممكن نخليها مثلا دبليو بالشكل ده. انت عايز فيها كام عنصر؟ عايز فيها 10 عناصر. فتقول لي نيو. هل اقول نيو انت؟ لا طبعا، انت قلت لي ان الاري نوعها دبل، فتقول لي نيو دبل اوف 10 عناصر. فهيعمل ايه؟ يروح في الميموري هيفتح لي 10 اماكن. المكان الاول اسمه ايه؟ اسمه W of 0. المكان الثاني W of 1 لحد في الاخر خالص W of كام؟ اوف كام؟ مين هيقول 10؟ لا طبعا مش 10، W of 9. مظبوط كده. يبقى 0 1 2 3 4 5 6 لحد 9. فدلوقتي في الفيديو ده انا ما عرفتكش حاجه غير ان ازاي عملت array.
طيب حلو قوي، خليني امسح كل الكلام اللي موجود على الشاشه ده. انا كده خلاص خلصت. وركز قوي ان الميثود اللي اسمها واي اريز موجوده زي ما هي اهي. نقدر نكتب مثلا في الجزء الاول ده كومنت عليه كده، نقول ان ده to declare، او بلاش بالانجليزي، ممكن تكتب بالعربي، علشان اعرف متغير واحد نوعه انتجر. ايه بتكتب كله بالعربي؟ انا بكتب لنفسي، انا بكتب لنفسي، يعني محدش بيشوف الكلام ده، انا اللي هذاكره. لو مش عايز اكتب انجلش ما اكتبش انجلش براحتي اهو. هنا علشان اعرف متغيرين نوعهم الاتنين يكونوا دبل مثلا. طيب هنا علشان اعرف array نوعها انتجر وفيها 30 عنصر. حلو. وبعدين هنا علشان اعرف array فيها 10 عناصر نوعهم دبل. والله كويس جدا يعني. ولو مش عايز تكتب اي كومنتس تانية، اكتب الكومنتس اللي انت تقدر تفهمها وانت تقدر تعرفها، وبعد كده في اي وقت لو جيت تبص على واي اريز دي هتبص كده على التسلسل واحدة واحدة وتفتكر الشرح اللي احنا شرحناه. ده الفيديو الاول. الفيديو الجاي هيكون فيه حاجة مهمة جدا عن الاريز. انا خلصت، يلا سلام.